النهارده يا شباب هنقدر نعمل اخفاء لكلمة اورنج من شبكة الواي فاي، ونقدر نغير اسم شبكة الواي فاي، ونقدر نعمل اخفاء لشبكة الواي فاي، ونقدر نغير باسورد شبكة الواي فاي، ونقدر نعمل حماية كمان لشبكة الواي فاي. الخطوات دي هنعملها على راوتر H188A. H188A اخر اصدار من شركة اورنج. هنبدأ نتبع الخطوات وهنبدأ نعمل الاعدادات بتاعة الواي فاي بكل سهولة. اول حاجة تبقى فاتح الكمبيوتر بتاعك وتكون فاتح المتصفح كده، ولو شغال من على الموبايل ابدأ حضرتك افتح متصفح جوجل كروم بتاع الموبايل، وهتبدأ تكتب من فوق هنا 192.168.1.1 وهنقول انتر. هيبدأ يفتح معاك تلقائي صفحة الراوتر بالشكل ده. تمام. هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر. هتكتب اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر. تمام. هنكتبهم ونرجع مع بعض تاني. بعد ما كتبت اليوزر نيم والباسورد هبدأ اقول لوجن. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده يا شباب. هبدأ اضغط على لوكال نتورك. بعد ما ضغطنا على لوكال نتورك هنبدأ نضغط على WLAN. من WLAN هنختار حاجة اسمها WLAN SSID configuration. هنضغط عليها بالشكل ده يا شباب. هتلاقي هنا طبعا جايب لك كل الشبكات. شوف بقى انت فاتح شبكة واحد او اتنين او تلاتة او فاتح شبكتين او 3 شبكات ايا كان. انا بالنسبة لي فاتح شبكة واحدة SSID واحد. SSID واحد دي هي اللي مفتوحة عندي. تمام. انت برضو لو عندك فاتح شبكة 2 3 هتعمل عليها نفس الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي. طبعا دي شبكة SSID واحد. لو ضغطت عليها هيبدأ يظهر لك بالشكل ده. هنا جايب لك اسم الشبكة بالشكل ده، جايب لك SSID نيم اورنج داش احمد. تمام. طيب انا عايز اعمل اخفاء للشبكة. مش معقول كل ما اعمل اخفاء للشبكة بتاعتي اجي افتحها لحد صاحبي او زميلي او قريب عايز ياخد نت ابدا افتح له الشبكة وانا اعمل لها اخفاء. ابدا اكتب كلمة اورنج بعد كده داش بعد كده ابدا اكتب احمد. ده كده الحوار كبير قوي. طيب احنا دلوقتي عايزين بقى نعمل اخفاء لكلمه اورنج دي. عايزين نعمل لها اخفاء، مش عايزها تظهر معايا في الشبكه خالص. عايز اكتب يبقى احمد يبقى احمد بس، محمد بس، هيثم يبقى هيثم بس، عمرو يبقى عمرو بس. ما اقعدش اكتب الكلام ده كله. انا عايز اخفي كلمه اورنج من شبكه الواي فاي. تمام. كل عليك هتبدا تضغط كده وهتيجي عند SSID واحد. طبعا هي SSID واحد هي اللي فيها كلمة اورنج بتكون ظاهرة. تمام. هنبدأ نعمل لها اوف. عملناها اوف. بعد كده تبدأ بقى تختار SSID 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8. تمام. ولكن انا عندي هنا 5 متظللة كده. تمام. ولكن لو حضرتك عندك 5 يبقى هتبعد برضو عن رقم 5 ورقم واحد. تمام. لان عندك رقم 5 زي ما انتم شايفين هتلاقي برضو كلمة اورنج موجودة اهي. كلمة اورنج ايه موجودة اهي بالشكل ده يا شباب. تمام. فبالتالي هنبعد عن SSID واحد و SSID 5. تمام. الاتنين دول مش هنفتحهم. بعد كده ممكن تختار بقى SSID 2 3 او 4 او تختار 6 7 8. تمام. انا بالنسبه لي ممكن اختار SSID 3. تمام. مثلا انا اختار الشبكه دي. تمام. هاجي هنا عند SSID نيم مش هتلاقي فيه كلمه اورنج. كلمه اورنج كده اختفت. صح كده؟ تمام. كده كلمه اورنج اختفت. تمام. فانا هبدا اكتب مثلا وليكن احمد. تمام. كتبت احمد بالشكل ده. تمام. بعد ما كتبت احمد كده بقى اسم الشبكه بتاعتي هتظهر احمد كل الحروف كابيتال زي ما انتم شايفين كده. تمام. كده انا غيرت اسم شبكه الواي فاي. كده انا غيرت الاسم بتاعها. تمام. طيب هنيجي عند SSID هايد. SSID هايد لو حددت على اون كده يبقى انت كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. طب انا عايز اظهر شبكه الواي فاي هقول اوف. طب عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي فهتعمل اخفاء لشبكه الواي فاي هتعمل اوف عفوا اون. مجرد انت حددت على اون كده كده انت عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام. هنيجي هنا عند تالت حاجه. تمام. هنضغط عليها ونجيب تالت حمايه.
تمام، اللي هي اخر حمايه بالشكل ده. هنبدا نجيب اخر حمايه بالشكل ده. تمام، هنيجي هنا عند الباسورد بتاع الواي فاي، عايزين نغير بقى الباسورد بتاع الواي فاي. طبعا هنا ظاهر نقاط، طب انا مش عارف ايه اللي مكتوب. لو انا حددت كده على شو باسورد هتبدا يقول لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ده كان باسورد شبكه الواي فاي. طيب انا عايز اعمل اسم جديد خالص. تمام، هبدا اعمل مثلا وليكن هبدأ أعمل مثلا أحمد آت 12 أو 123 مثلا. بعد كده هعمل شباك وهعمل حرف الإيه كابيتال. تمام، ده باسورد شبكة الواي فاي. كده أنا عملت الباسورد يكون قوي شوية. تمام، ممكن أجي هنا برضو بعديه أبدأ أعمل علامة اللي هي في المية دي. تمام، فاهم؟ ممكن أعمل كمان اس. تمام، يبقى انا عملت الباسورد بتاعي قوي جدا. بعد ما عملت الباسورد بالطريقه ديت وبقى الباسورد بتاعي قوي جدا، تمام، لو شلت كلمه شو كده هيبدا يظهر نقاط. تمام، طيب انا عايز اظهره تاني، هبدا اعمل شو باسورد هيظهر شيلي كده نقاط. تمام، طيب انا عايز دلوقتي، لا انا عايز اغير شويه. ممكن امسح كده وابدا اكتب 1 2 3 مثلا كده 12 35 او 1235. تمام، بعد ما عملت الاعدادات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام، هبدا اضغط على ابلاي. لو ضغطت على ابلاي هيبدا يعمل ايه؟ يبدا يحفظ البيانات. كده حفظ لي البيانات اللي انا عملتها كلها. تمام، على شبكه ايه؟ SSID 3. طيب حضرتك دلوقتي عملت بحث عن شبكة الواي فاي باسم احمد، ما لقيتهاش ليه؟ عشان احنا نسينا نعمل اون، تفعيل الشبكة. قلنا كده انت كده فعلت الشبكة. لو عملت كده هتلاقي دلوقتي ثواني، هتلاقي اللي هي كده انت عملت لها اون، كده انت عملت تفعيل للشبكة رقم 3. تمام، بعد ما عملنا لها تفعيل كده خلاص، كده كلمة احمد هتظهر عندك على طول. تمام، طيب لو جيت ضغطت كده تاني على SSID 3، تمام، هتلاقي هنا الشبكة بقت اون مفعلة. كده الشبكة ظاهرة على اي حاجة بتلقط واي فاي. تمام، طيب هنا هنكرر كلامنا كده بسرعة. SSID نيم دي خاص باسم الشبكة. SSID هايد لو محدد على اون كده انت عامل اخفاء لشبكة الواي فاي. هنا طبعا انت بتختار اخر حماية. هنا الباسورد بتاع الواي فاي. تمام، بتبدأ تكتب الباسورد بتاع الواي فاي. هنا بتعمل ابلاي عشان يبدأ يحفظ لك البيانات. تمام، وبكده بتكون انت مفعل الشبكة، وكده انت بتلقط نت ومتصل بالنت بكل سهولة. وبرضو احنا عرفناك ازاي تقدر تخفي كلمة اورنج من شبكة الواي فاي. تمام، طيب هنيجي هنا لحاجة. طيب انا دلوقتي عملت اخفاء، يستحسن لو هتعمل اخفاء للشبكة خليها حرف او حرفين مثلا. ممكن اخليها AS. تمام، حرفين بالكتير او اخليها حرف واحد وادوس ابلاي. ليه؟ لان انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي، فبالتالي لما انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي عايز اكتبها لواحد صاحبي، اكتبها لواحد قريبي، مجرد اللي انا همسك الموبايل هبدا اكتب حرف، اعمل اضافه شبكه واكتب حرف الايه، بعد كده اوكي، بعد كده اكتب الباسورد هتبدا تفتح معايا. انما اقعد اكتب احمد سعيد محمد، لا مش عايزين الاسماء الطويله دي. لو هتخفي الشبكه يستحسن او الافضل انك تخليها حرف او حرفين. لو مش هتخفيها فانت اكتبه اللي انت عايزه عادي، حتى لو هتسيب فيها كلمه اورنج مفيش مشكله. تمام، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.